الإعلام الأمريكي يكشف مؤامرات ضد المنتخب المغربي، وبالدليل القاطع اعتراف خطير من حكم مباراة المغرب وأمريكا. ولكن قبل ما نبدأ هذه الأخبار، عطروا فمكم بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم. ولو أنت مغربي لا تنسى الإعجاب على هذا الفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلكم كل جديد. ما زال المنتخب المغربي يبهر العالم بأدائه العالمي بعد أن هزم البرازيل وأسبانيا، وأخيرا هزم بطل آسيا كوريا الجنوبية. لكن الإعلام الأمريكي ستيفن هارفي أدلى بتصريحات خطيرة نقلها موقع نيويورك تايمز الأمريكي منذ قليل، وقال: كارلوس كويدرو رئيس الاتحاد الأمريكي لكرة القدم أرسل وفدا رسميا إلى شيلي للقاء حكم مباراة المغرب وشيلي في كأس العالم تحت 20 سنة. والحكم بيترو إلخلاندرو هو حكم سيء السمعة في أمريكا اللاتينية، وهذا الحكم دائما منحاز إلى البرازيل وضيع على الأرجنتين بطولة كوبا أمريكا. والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا إلخلاندرو يحكم مباراة المغرب وأمريكا؟ لكن كارلوس رئيس الاتحاد الأمريكي لكرة القدم متعلق منصبه وبقائه كرئيس للاتحاد الأمريكي لكرة القدم على أن يفوز المنتخب الأمريكي على منتخب المغرب. واعترف إلخلاندرو بلقاء الوفد الأمريكي اليوم، وأدلى بالتصريحات نقلها موقع بيرو سبورت منذ قليل، وقال: بيرو هي جزء من الولايات المتحدة الأمريكية، وأنا في حماية الولايات المتحدة الأمريكية. وال5 مليون دولار الذي حصلت عليهم من الوفد الأمريكي هي منحة سأعطيها إلى رئيس اتحاد كرة القدم في بيرو، فهذه الأموال تصرف سنويا. ودائما الإعلام يهاجمني بسبب انحيازي لبعض المنتخبات، وهذا أمر طبيعي لأننا نتلقى مساعدات من هذه الدول. لكن قال لي الوفد الأمريكي: مستحيل أن يفوز فريق عربي أو إفريقي على الولايات المتحدة الأمريكية. وأنا قلت للمغاربة سابقا أن هناك مؤامرات ستحدث مثل ما حدث في مباراة المغرب وفرنسا قبل نهائي كأس العالم في قطر. وفي النهاية، لو أنت مغربي لا تنسى الإعجاب على هذا الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلكم كل جديد.